شوفوا هذه احسن وصفه في العالم للسعال ولا للكحه، كانت ديرها جداتي ربي يرحمها، جامي دارتها لي وما ارتحتش. كيما صباح نط كيما تسمعوا قراجمي في حاله، وقلت نديرها. درت عصرت كعبه القارص مع شويه العسل الحر ولا العسل هذاك اللي يتباع تاع الشفا، وشربوها على الخوا يعني، وقعدوا وراها ساعه ولا كداك باه تفطروا ولا في الليل شربوها. ضربه ضربه احسن من اي دواء واحد اخر. وجدت الفطور فطروا، ومن بعد قلت ندير اليوم المطلوع. جيت نشوف الطاجين، لقيته في حاله، بما انه الطاجين تاعي تاع الطين تكسر لازم نطيبها في هذا تاع الحديد، ولقيته معمر التسبكات والدهون كيما راكم تشوفوا. هيا جبت لي لي ماجيك هذا الديغريسون، قلت نجربه. شوفوا لي كي الحسنه، يهبل يهبل. غير رشيت لي ماجيك هذا الديغريسون على كامل الطاجين من القدام ومن الورا، خليته واحد 3 دقائق هكذاك، والدهون ولات تتنحى وحدها يعني بلا مجهود كيما راكم تشوفوا. اصلا الطاجين هذا قريب توخدت فيه جديد على بالكم، وكي تعمر دهون حكيته واحد الخطره بالسلك. الدمعه جاتني، يقولوا لي اسكو انا تصرالي كيما هكا ولا نتوما تاني. كي تعود حاجه جديده وتحسوا باللي رايحين تفسدوها. وشوفوا لي يعني غير بلافيت برك رجع يشعل. راني نوري لكم هنايا من القدام من لورا تنحوا كامل هذاك التسبكات. ورحت طيبت المطلوع اللي جا خفيف كي الريشه. دوك نحط لكم الوصفه، قولوا لي في لي كومونتير. وقدمتها لهم مع الزيتون وزيت زيتون. تشوفوا لي احسن